لكل آي في الكتاب جواهر، بل كل حرف بالهداية زاخر. فينبغي لنا أن نبتعد كل البعد عما يغضب ربنا عز وجل، وندخل بكليتنا في مشاعرنا وفي عواطفنا وفي عقولنا فيما أمر الله تبارك وتعالى به. وإذا نهانا الله عن شيء فلا بد أنه ينزع البركة من هذا الشيء. إذا المؤمن إذا وقف بين يدي الله عز وجل وهو يتصور هذا المعنى فإنه يغيب عن العوالم كلها، فلا يرى لها أثرا ولا يرى لها قدرة ولا يرى لها إرادة إلى جانب قدرة الله وإرادته. في هذا المعنى لماذا جاءت آية إجابة الدعاء ضمن آيات الصوم؟ ليس في آخرها وليس في أول، وإنما ضمنها، ضمن نسيجها. هذا ينبغي أن نفهم منه إشارة من ربنا تبارك وتعالى أن الصائم إن شاء الله إذا كان يعطي الصيام حقه فهو مستجاب الدعاء.